وتبتدي تقوي مناطق الضعف دي في مواجهة مثل هذه الأمور. الأمر الثالث جهاز التجدد الذاتي. وجهاز التجدد الذاتي من أهم الأجهزة التي يمكن أن نقوم بها ونقوم عليها في هذا السياق. والجهاز التجدد الذاتي كل ده بيولد أجهزة أنا بسميها الأجهزة الواصلة، الأجهزة اللي بتوصل بين جهاز المناعة الذاتية وجهاز المراجعة الذاتية والنقد الذاتي. هو جهاز ما يمكن تسميته بالتنبه والمراقبة داخل المجتمع. لازم يكون المجتمع متنبه للمخاطر عليه والتحديات اللي بتواجهه، وإلا ستأتي هذه التحديات تتراكم تتعاظم وهو قاعد لسه مستني ما بيعملش شيء. جهاز المراجعة الذاتية مع جهاز التجدد الذاتي بيولد جهاز اسمه جهاز المتابعة والمحاسبة، وده مهم جدا. طب يعني أنا فاضل لي قد إيه؟ 5 دقايق. خلاص نخلص في 5 دقايق. جهاز المتابعة والمحاسبة في هذا الإطار. وما بين الأجهزة دي كلها لما تتفاعل الأجهزة الثلاثة بالأجهزة الواصلة يبقى نعمل جهاز التصحيح الذاتي. يبقى المجتمع قادر على تصحيح ذاته في هذا الإطار والقدرة على المبادرة والمواجهة. علشان كده احنا بنقدم المبادرة دي أجهزة الفاعلية الإصلاحية داخل المجتمع، لأنه من غير هذه الأجهزة وتشابكها والوصل فيما بينها لإنشاء أجهزة جديدة هيبقى صعب علينا. إنه هنا يمكن عندنا بعض الحكم، لأنه فكرة التيار الأساسي لازم ننسبها، ومن بركة القول إسناده إلى صاحبه، وأهم إسناده إلى صاحبه في هذا الإطار هو الحكيم البشري. فحكمة الحكيم والتيار الأساسي مهمة جدا. بيقول لنا عدة أمور تمثل فعلا الحكمة. يظل الحاكم فردا ما دام الناس أفراد. خلينا نشوف الحكمة دي ننفذها ازاي ونعمل ايه، لأنه دي كلها عاوزة شأن من شأن. الإنسان لا يكون فردا أبدا، ده مهم جدا. حكمة الإنسان لا يكون فردا أبدا. تجريد الإنسان من جماعته خيانة لهذا الفرد، مش خيانة للجماعة، لا خيانة للفرد نفسه. فده مسألة مهمة جدا. بتعدد التصنيفات تتعدد الانتماءات. هو كده اللي ايه الناس عمالة تتكلم عن الانتماءات وكأنها تتصادم وتتصارع في مثل هذا الإطار. ليس بالضرورة وجود تداخل وصراع بين دوائر الانتماء، ودي مسألة مهمة جدا في هذا الإطار. علشان بس لما نيجي نعمل آلية المصالحة السياسية يبقى احنا عارفين احنا بنعمل ايه. يعني لو احنا واخدين ده كله في اعتبارنا أنا بتهيألي إذن التيار الرئيسي لازم يحدد عدة أمور: المرجعية، الشرعية، الجامعية، الدافعية، التجديدية والرافعية والفاعلية. دول مسائل مهمة جدا. أي تيار أساسي لازم يحدد إنه ده كل هذه الأشياء نصب عينيه. إذا كانت واضحة يبقى في تيار أساسي متبلور. إذا كان فيها غبش هيبقى التيار الأساسي في حالة وهن وفي حالة ضعف، وهو ما يؤثر على والتيار الأساسي في هذا الإطار حالة مغناطيسية جاذبة، حالة تفاعلية، حالة دينامية متحركة، حالة مجتمعية، حالة ضرورة في المراحل الانتقالية، حالة مستقبلية ناهضة. فكل برضه ما بصينا للتيار الأساسي هتلاقيه هو مهم في مراحل اللي بيمر بيها المجتمع. كل ما استطعت ان انت تتكلم على وظيفة التيار الأساسي في ظل ظروف معينة وقادر تحدد هذه الوظيفة بدقة هيحصل المراد في هذا الأساس. هنا بقى في حاجات عن مفهوم الجماعة الوطنية وارتباطها بالجماعة السياسية وارتباطها بالجماعة الثقافية، ودي مسألة مهمة جدا في هذا السياق. الجماعة الوطنية هي وحدة الانتماء الجماعي الرئيسية
التي يقوم بها التكوين السياسي. عاوزين بقى نشتغل شوية على مفهوم الجماعة الوطنية، لأنه يمكن مفهوم الدولة القومية أتى علينا ببعض أمور كده، وأتى بترسانة من المفاهيم والمصطلحات التي تتعلق به، فأدى إلى نوع من الغبش في تصور مجتمعنا في هذا الإطار. فإحنا لازم نقول إنه مفهوم الجماعة الوطنية، لحمة الجماعة الوطنية، القدرة على تكوين هذه الجماعة الوطنية في أصولها، لأنه للأسف الشديد في ناس بتضرب في أصول الجماعة الوطنية. هو ده المشكل. وإحنا مش شايفين أو مش عارفين أو مش قادرين، لكن في كل الأحوال لازم المكونات التي تتعلق بالانتماء، وحدات الانتماء الفرعي، وهي رابطة وصف جامع لهذه الجماعات وأفرادها، مطالب سياسية واقتصادية واجتماعية. هو ده المعنى اللي بيولد التيار الأساسي اللي احنا بنتكلم عنه. هو بيئة الجماعة الوطنية، التيار الأساسي، القاسم المشترك الأعظم لها، هو الرصيد التاريخي اللي موجود في تاريخ مصر وذاكرة مصر الحضارية من حيث الغايات، الأهداف، يتشخص وفق الإطار العام، يتكون مما تكاملت به عناصر المشروع الوطني، ويحقق لكل جماعة داخله في إطار أغلب مصالحها للشعوب بالأمن والاستمرار والاستقرار. هو ده. اوعى تفتكر ان انت هتكون آمن لو ما دخلتش بدور غاية في الأهمية في الإسهام بما يسمى بالجماعة الوطنية. شروط تأسيس الجماعة الوطنية هي شروط 5: في أحداث مشتركة، كفاءة الأجهزة المؤسسية اللي اتكلمنا عليها من شوية، وضع الجماعة السياسية ومدى تماسكها، ترابط مؤسسات الدولة والانسجام بين أجهزتها والقوى السياسية المختلفة، الإقرار بشرعية الواقع، استيعاب القوى السياسية دون عنف. ده كان دايما يقوله أستاذنا الدكتور حامد ربيع، لأن القوى السياسية المتجددة دي لازم تستوعبها مش تستبعدها، لازم تكون قادر على خلق الأجهزة التي يمكن أن تستوعب لا تستبعد، لأنه ده هيبقى مشكلة كبيرة جدا. مسار المشروع الوطني استقلال الذات الحضارية في التكوين الذي يتعلق بالهوية العقائدي والنفسي، الاستقلال السياسي، تحرير إرادة الجماعة من إملاءات الخارج، الاستقلال الاقتصادي وتوفير إمكانيات التنمية الاقتصادية المعتمدة على الذات. أنا مش هتكلم بقى ولا حتى دي، لكن آليات التمكين للتيار الأساسي في 3 آليات في آلية واحدة، اللي هي احنا بنقول تسميها آليات المصالحة السياسية. آليات المصالحة السياسية، وآليات الحوار المستدام، وآليات الوقائية والإنذار المبكر. احنا واضح جدا ان احنا بنسيب الأمور تتصاعد بشكل خطير جدا، وآلياتنا لا تكفي التعامل مع مثل هذا الأمر. أنا أظن إنه لو حبينا ندرس الجمعية التأسيسية للدستور نموذج، هنشوف قد إيه إحنا ما تحركناش بالشكل الواجب علشان نحتوي الموقف من البداية، من أول حكاية 50-50. فإحنا كنا لازم يكون لدينا ما يمكن آليات استشعار وإنذار مبكر بالنسبة لهذه الأمور، ونقول والله اللمبة الحمراء يعني نورت، لازم نتعامل مع هذا الموقف بشكل، فتنتقل هذه الآلية بكل مكوناتها من الحكماء اللي ما لهمش أي هدف لا سياسي ولا هدف في السلطة أو شيء من ذلك القبيل، ويقوموا بعمل مهم جدا في هذا الإطار. لازم كمان القوى السياسية تعمل لها آلية تتعلق بالحوار السياسي المستدام. أنا مش عارف القوى السياسية اللي تعددت وخاصة بعد الثورة مش قادرة تحدد يوم تتقابل فيه كل شهر. يعني المسألة دي مسألة خطيرة جدا، بصرف النظر إيه عالم الأحداث. ده عالم الأحداث كمان يعمل آلية اسمها آلية التنادي. فآلية التنادي دي آلية مهمة جدا. الفزع انه يعني لبعضنا البعض في الامور التي تتعلق بالمشاكل والملمات والكلام ده كله، هو ده اللي بيشكل لحمة الجماعة الوطنية. آليات الحوار المستدام وهو آليات الوقاية والإنذار المبكر.
مجالات فعل التيار الأساسي والمؤتمر المصري هو إطلاق المبادرات، تكامل الطاقات. احنا ما بنقولش ان احنا مش هنتعاون مع اي مراكز بحثية اخرى او مراكز تعد مستودعات افكار، لا، احنا بنقول ان احنا واقفين على ثغر، وكل المراكز البحثية الاخرى او مستودعات الافكار ايضا تقف على ثغور مختلفة، كل المؤسسات بتقف على ثغور مختلفة، واحنا بنحاول ان احنا نحدث هذه المسائل التي تتعلق بتكامل الطاقات. السياسة هي تشبيك الصالحين، لازم نشبك الصالحين. استراتيجية تشبيك الصالحين أصبحت شيء لابد وأن يكون، لأن الصالحين متشبذمين والتانيين متكاتفين. أظن أنتم شايفين في المشهد الانتخابي قد إيه إحنا بنشوف ده وبنعاينه وبنكبده في هذا. تأسيس الفعاليات طبعا ده مسألة مهمة جدا. إذن إحنا أمام 3 حركات بنقوم بيها في هذا الإطار: حركة التأصيل والتفعيل والتشغيل، وهو ده اللي بيربط ما بين مركز الحضارة والمؤتمر المصري واستراتيجيات النهوض. مصر ستنهض إن شاء الله، وثورة مصر ستبقى حية في هذا الشعب وفي هذا الوطن. شكرا.